يا مساء الفل، يا مساء السعادة، يا مساء التفاؤل، يا مساء الهنا، يا مساء الناس الحلوة. هنا بقى على طول كده حطيت سمنة كده عندي سايحة كده، سيحتها ورحت حطها. هعمل فرخة وهعمل حبة محشي. قلت اشوح الفرخة الاول عشان احطها في الصينية، عشان اديها كده تسوية كده حلوة، وبعدين تتحط في الفرن. يعني ملح، فلفل، ورق غار، حبهان، طبعا. يعني هنا الورق العنب اللي انا مخزناه في الفريزر، بصوا تحفة وجميل ازاي تطلع، يعني من السنة للسنة، من السنة للسنة كده تطلعيه وانت واثقة كده. انا حطيته هنا يتسلق بمية عادي، مفيهوش اي حاجة خالص. وهطلعه هغسله تحت الحنفية غسلة حلوة جدا، واحشي بقى بيه، لان انا مخزناه من غير ما اغسله. بصوا ما خدش اي وقت، على طول تطلعيه من الفريزر وتروح حاطاه. بس هنا بشوح الفرخة بتاعتي وهسيبها بس تستوي كده. هفضل اقلب فيها كده شمال يمين لغاية ما تاخد تشويحة بنت ناس. وهنا انا ما عنديش شوربة خالص، شايلاها هطلع منها شوربة وهي كده. يعني هفضل كده احط مية مية لغاية ما يطلع لي حبة شوربة حلوين منها. كل ما تعوز مية اروح حطلها وهيطلعوا حبة شوربة عسل. هنا 3 بصلات كده صغيرين، هعمل بقى التسبيكة. هشوحهم كده، وعندي برضو التسبيكة شايلاها في الفريزر. بصوا مطلعاها متلجة اهي، نصها سايحة ونصها متلجة. ما بتاخدش وقت خالص لما يكون عندك الحاجة في الفريزر جاهزة. على طول خدت حاجات كده بالبصل بكله. وعندي 2 كزبرة على بقدونس هحطهم كده. يا دوب لقيت 2 بس اللي عندي، ما لقيتش خضرة كتير. حطيت هنا كزبرة، كمون، بابريكا، فلفل اسود، ملح، ومعلقة سكر، وحبة شطة صغيرة كده يعني. كلهم وهقلبهم وغسل الرز بتاعي وهحط احلى حبة محشي. بصي وحشي، وحطي بقى في الصينية واقلبي يا ست الكل في الفرن وهيطلع لك احلى محشي، ومحشي مفلفل. هنا عندي بتنجان وكوسة قليلين جدا، يعني حبة كده صغيرة مع الورق العنب بقى. يعني قلت بقى في الصينية كلهم، اول مرة اعمل الورق عنب مع الكوسة مع كله في صينية واحدة يعني. هحطهم كده. هنا بقى الورق العنب بتاعي طبعا اللي هي بتلمع ديت، والناعمة شوية برا والخشنة بتبقى من جوه، وانتي بتحشي كده الناعمة واللي بتلمع برا والخشنة من جوه بس. وحطي كده على طول. والرز طلع مفلفل معايا وجميل جدا جدا. هنا الخضرة قليلة بس عادي بقى، هم ده يعني هم الربطتين اللي لقيتهم في التلاجة عندي، وحشيته مية مية. والبتنجان والكوسة وخلاص، والفلفل. المحشي كده لما بيجي على فجأة كده ما بتبقيش ناويله، بيطلع يعني مسكر وجميل جدا. انا هحشي بقى هنا مع نفسي كده بقى خلاص، وخلص كله. خلصتهم كلهم اهو، بسم الله ما شاء الله. حطيت الفرخة تعتبر مستوية، ناقص حاجة بسيطة يعني كده. وهحشيها بالورق العنب. هحط الورق العنب جواها كده، ومن هنا ومن هنا، واظبط كده وحواليها. تيجي تفتحيها كده تلاقي ورق عنب بقى، بصي فظيع في بقك. منا رصيتهم كلهم، والكوسه والبتنجان والفلفل. ده بقى دبس الرمان حبيبي اللي انا عاملاه. دبس الرمان اللي انا عاملاه في القناه جميل جدا. حطي على البتنجان، حطي على الكوسه، حطي على الورق العنب، حطي على كل حاجه. بصي الشوربه طلعت بقت جميله ازاي. الشوربه اكني شوربه لحمه، واحلى كمان، ودسمه جدا جدا. هنا زي ما اتفقنا الصينية ما بتاخدش كتير شوربة، يعني ما تحطيش شوربة كتير زي ما بنحط فوق على البوتاجاز. ودهيني بقى كده دبس الرمان كده الفرخة بتاعتك، وغرقي الدنيا كده. دبس الرمان حاجة كده جميلة. بصي عاملاه كده ولا مخلوط عليه حاجة ولا اي حاجة، جميل جدا. وفعلا مدي طعم في المحشي تحفة.
وغرقتها كده بقى ودهنتها كده بدبس الرمان، واحط بقى الورق الزبدة واحط ورق الألمونيوم عليها واقفلها قفلة حلوة جدا جدا، وانا مشغلة الفرن على 190 وهدخله. وبعد كده اول ما احس ان هو استوى واشوفه كده شرب واستوى كله، هروح مشغلة بس شايلاه ومشغلة الشواية عشان الفرخة تاخد لون بس. يعني شغلت الشواية سنة عشان الفرخة بس تاخد لون معاه، ومستوية وزبدة. وبصوا يا سلام على الجمال، يا سلام. يا سلام سلم. بصوا الرز مفلفل وحاجة كده من الآخر. والله العظيم ما بياخدش وقت يا جماعة في الفرن، وطعمه مختلف تماما، حلو جدا جدا يعني. بصوا ورق العنب، ايه ده ايه ده. يلا ما تنسونيش بقى